عاملين ايه؟ بما اني اول مره اعمل رز، قررت ان انا اوثق اللحظه دي. فلو الرز معجنش انا هسيب دراستي وهسيب مجال شغلي، ومن بكره الصبح هفتح قناه طبخ. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. انا هعمل رز بالشعريه، ودول بيضتين بلدي هسلقهم عشان البروتين. على كلام والدتي، اول حاجه هحمر الشعريه الاول، تمام، لحد ما يبقى لونها ذهبي. وبعد كده هغسل الرز واحطه على الشعريه، وبعد كده هزود ميه من الكتل. والزبيب ده انا جبته عشان انا بحب الزبيب على الرز، بقى طعمه جامد جدا. فيلا بينا. طيب عشان ما فيش زيت فانا جايب سمنه، مش هنكتر، حاجه بسيطه. بعد كده هحط الشعريه، احطهم على النار لحد ما ياخدوا لون ذهبي. بصوا، هي لونها ما بقاش ذهبي، بس في حبات بدأ يبقى لونها اسود، فهنلحق نفسنا وننزل بالرز. ده الرز بعد ما غسلته، تمام. بعد كده هحط الميه اللي غليناها، بس المفروض كده هنسيبهم نغطيهم ونسيبهم ربع ساعة. وهستغل الربع ساعة دي وهحط البيضتين يتسلقوا، بس 10 8 دقايق، استنى ربع ساعة. هبص بصة كده بس. نهار أبيض. طيب بصوا كده، بما ان هي اول مره فممنوع الضحك. اولا انا نسيت احط توابل، نسيت احط ملح وفلفل اسود. ثانيا هي الميه نشفت والجناب لزقت. بس والله الطعم حلو. هي تقريبا استوت، بس من الجناب كده لزقت. وبعدين كان في شويه رز في الطبق، انا ما كنتش حطيتهم. فبعد ما حطيت الميه ب3 دقايق كده حطيتهم، فدول على الوش كده وما استووش، فمخلين المنظر وحش جدا. فانا رشيت شويه ميه كده عشان احط توابل، احط ملح وتوابل، وهسيبهم 5 دقايق تاني وهاكلهم. ايا كان طعمهم هاكلهم، واللي معايا هياكلوا. والله انا بعمل مكرونه حلو، امبارح عملت مكرونه جميله جدا. وبعمل حاجات تانية كتير حلوة. انا عندي فيديو على اليوتيوب، انا عامل برجر على الفحم جامد جدا، روحوا شوفوه والله العظيم. بس هو الرز لاول مرة اعمله، فعادي عادي جدا. طيب هو الحلو في الموضوع ان انا الحمد لله لا هسيب شغلي ولا هسيب دراستي، لان الرز عجن. لازم يبقى في اول مرة في اي حاجة. ده المنظر النهائي، حبيت اوريه لكم. اللي انا حطيته على وشي ده الزبيب، هيتاكل كده كده هيتاكل. الحمد لله. طب والله العظيم حلو. الحمد لله. الحمد لله.